من يومين كده ظهر كذا واحد على الفيسبوك وقالوا ان العربيات الصيني في 2026 هتغلى جامد جدا، وده ممكن كمان يغلي معاه العربيات الاوروبي. وانا طبعا لما بسمع قرار من النوع ده ما ينفعش يعدي عليا كده وخلاص، لازم اقعد ادور في القرار شويه واشوف ايه اللي مخاطب بالقرار وتاثير القرار ده علينا ايه. وفعلا في 2026 القرار ده هيأثر على اسعار العربيات. خلينا نشوف مع بعض. من المعروف ان الصين كانت عايزه تعمل احتكار في سوق العربيات، كان بيبيع العربيات بسعر اقل من تكلفتها وخصوصا في التصدير. يعني العربيه سي لو بتتباع جوه الصين ب 100,000 جنيه لا يبيعوها بره ب 80,000 جنيه. واحد عشان خاطر يعمل منافسه جامده في السوق اللي هو رايحه، اتنين عشان يدخل لنفسه عمله صعبه. بس الحكومه الصينيه ما عجبهاش الكلام ده، وقال لك ان من 1 يناير الجاي هيبقى في حاجه اسمها تجديد الرقابه على الصادرات. بيقول لك ان في ناس كانت بتعمل ايه بقى، كانت بتصدر العربيات الزيرو على حس ان هي عربيات مستعمله. يعني في مجموعه ناس تشتري عربيات زيرو من المعارض في الصين وتصدرها بره على حس ان هي عربيات مستعمله. فقال لك ان انت ممنوع تخرج اي عربيه جديده في السوق الصيني الا بعد 180 يوم، عشان خاطر يقتل موضوع التحايل على القانون في ان هو يصدر عربيه زيرو بحيث ان هي عربيه مستعمله. كمان هيبقى في تراخيص تصدير الزاميه على عربيات الكهرباء بالذات. وكمان هيعملوا حاجه اسمها تنظيم الاسعار المحليه، مش هيخلوا الشركات بعد كده تبيع باقل من سعر التكلفه عشان خاطر تشجع حاجه اسمها المنافسه العادله. يعني زي مثلا انا قادر ان انا احرق على البضاعه اللي عندي وابيعها اقل من ثمنها لمده سنتين، هخرج كل المنافسين معايا في السوق، بعد كده احط رجل على رجل وابيع بالسعر اللي انا عايزه. الصين مش عايزه كده، عايزاك تبيع بالسعر اللي اتكلفت بيه المنتج فعلا عشان غيرك يقدر ينافسك. طب القرارات دي بقى احنا كمصر تاثر علينا في ايه؟ بص، احنا كمصر هنا ما بيأثرش علينا بشكل مباشر بالنسبه للعربيات الاقتصاديه. انا عندي هنا كذا منتج بكذا عربيه في مصر بتتجمع محلي في الاسواق اللي عندنا. القرارات دي كلها مقصود بيها المنتج النهائي اللي طالع من الصين، يعني عربيه طالعه متصدره زي ما هي من الصين عشان تجيلنا، مش عربيه بتتجمع عندي في مصر. يعني مثلا الاريزو مش هتاثر، الام جي مش هتاثر، الام جراند مش هتاثر. فكده العربيات اللي بتتجمع دي بتتحط تحت قوانين البلد عندنا، ما بتتحطش تحت قوانين البلد الصيني اللي هي بلد المنشأ بتاعت البراند. كمان القرار ده ملوش دعوه خالص بالمكونات بتاعه تصنيع العربيات، هو ليه دعوه بالمنتج النهائي. يعني مكونات العربيات اللي بتجيلنا عشان خاطر نصنع العربيات عندنا هتفضل زي ما هي بنفس اسعارها اللي احنا بناخد بيها. هما بيتكلموا على العربيات اللي بتتجمع عندهم او العربيات اللي بتتصنع عندهم وبتيجي بتتباع سواء باقل من ثمنها او بتتباع على اساس ان هي عربيات مستعمله، بس هي في الاصل عربيات زيرو جوه الصين. طبعا التجار بيعملوا الحركه دي عشان يهربوا من الضرايب هناك، هم عايزين يمسكوا كل ده. القرار ده كمان هيعزز فكره ان العربيات تتصدر عن طريق وكلاء رسميين، مش اي حد كده يجيب اي عربيه ويصدرها وخلاص. فده هتبقى حاجه في مصلحتنا، انت هتبقى ضامن يبقى موجود قطع غيار. ممكن العربيات اللي بتتجمع في الصين اللي فيها سعريه عاليه شويه تتاثر، انا معاك، بس العربيات دي برضه ستيل لسه بتاخد دعم من الحكومه الصينيه لغايه 2027 على الاقل. بس انا في رايي ان حاجه زي كده هتشجع ان اغلب المصانع اللي بره تفتح عندنا وتنقل تكنولوجيا لدوله زي مصر، ان هي بقى ليها باع طويل في تصنيع العربيات. فاحنا ممكن نشوف عربيات ريف بتتصنع عندنا قريب، عربيات كهرباء بتتصنع عندنا قريب، عشان خاطر تطلع من عندنا وتتصدر في الدول اللي حوالينا. فدي بالنسبه لنا كمصر حاجه حلوه مش وحشه. اما فئه العربيات الاقتصاديه لا، ما تقلقوش من اي حاجه، هتفضل سعر العربيات دي زي ما هي، او لو زادت هتزيد الزياده الطبيعيه بتاعتها. يعني القانون ده من الاخر كده مش هيأثر على فئه العربيات لغايه 1.5 مليون، 1.7 في حاجه. ممكن تحس بيه في العربيات اللي فوق 3 مليون او 2 مليون 800، اللي هي الماركات اللي عاليه قوي اللي بتطلع من الصين نفسها. دي ممكن الناس اللي بتصدرها سعرها يفرق معاها حاجه بسيطه، عشان مش هيقدروا يطلعوها من الصين نفسها على اساس ان هي عربيات مستعمله وهي 0 كيلومتر. اما العربيه اللي بتطلع من خلال وكيل رسمي ده مفيش منها اي مشكله خالص. وبس ده كان كل حاجه النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم الفيديو الجاي، كان معاكم من سيد، سلام.